اي ما تخيل قبل انطلاقه الموسم الجديد كيفاش تقيموا التحضيرات حتى تو في فرع نحكيو على كبر والكبريات؟ الحاجه البلوز امبورطونت سي كون نصارحهم بالواقع. من اكثر الفروع اللي يتعرض للانتقادات باش نحميو صغيراتنا. الحاجه الاولى لازم عقود خاصه بالقصه اللي هو موجود معناها. هو بالنسبه لي انا ما فماش نجاح من غير كونتينيتي. الميزانيه المرصوده لفرع كره اليد كبر كبريات هل تلبي الحاجيات نتاع الفريق؟ جمهور الافريق العظيم، مرحبا بكم وين ما كنتم. هذه افريقيا بودكاست في عدد جديد، اكيد بديتوا تعاودوا بنا. اليوم باش نسلطوا الضوء على فرع كره اليد، اخر التحضيرات الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد. هذاك علاش سعيد باش يكونوا معايا الاستاذ سفيان بن صالح رئيس الفرع. مرحبا سي سفيان. مرحبا بك معايشك. كذلك باش يكونوا معنا الماتر عضو اللجنه القانونيه والمكلف بمتابعه شؤون كره اليد السيد محمد ليابازين البقلوتي. مرحبا سي محمد. مرحبا بك دالي، ومرحبا بسي سفيان وبجمهورنا العزيز. قبل ما نبداو تقدم روحك للجمهور الافريقي. استاذ محمد ليابازين البقلوتي، اصيل مدينه المهديه، عضو باللجنه القانونيه بالنادي الافريقي منذ تاسيسها من سنه 2023، وهنا مواصلين المسيره وان شاء الله. الهدف متاعنا كونه كلجنه قانونيه، كونه نوصلوا لمرحله كونه النادي الافريقي يبعد عن نزاعات نهائيا ونمشيو للبريق الرياضي ان شاء الله ونفرحوا جماهيرنا العريضه ان شاء الله. اكيد سي سفيان غني عن التعريف. بالنسبه اللي ما يعرفش سفيان، نفس الكلمه اللي كنتي، المهام اللي تقلدتها في الفريق منذ سنوات ظالي في النادي الافريقي، الانجازات تاعك تنجم تحكي لنا في هذه كلش ونجم نحكيو. صافي 25 ans اللي دخلت الكلوب، يظهر لي عمري 26 ولا 27 ans. دخلت الكابر كرة القدم، عديت عامين تحت رئاسة سي فريد عباس. من بعد شاءت الصدف باش نتحول كرة اليد. دونك من 2002 jusqu'à aujourd'hui في كرة اليد. بون بيان سور بارفوا نعمل بوز عام اثنين، واحد يعاود يرجع يخدم في جمعيته. اي ما تخيل قبل انطلاقة الموسم الجديد كيفاش تقيموا التحضيرات حتى تو في فرع نحكيو على كبر والكبريات؟ يظهر لي التحضيرات ماشيه دون لو بون سونس. في فرع الكابر قاعدين نقوموا بتحضيرات طيبه. عملنا دي ماتش اميكو. دونك يظهر لي اوني بري باش بور كومونسي معناها samedi prochain le championnat. فهمتني؟ الإطار الفني معناها موجود يواصل. الأجواء العامة في الفريق؟ الأجواء طيبة، كل شيء الحق بور لو مومون معناها حاضر 100% باش واحد يبدا معناها اون سيزون باهي. انتظارات كبيرة من الجمهور. الأهداف المرسومة سنة نحكيو على الفرع الكبريات، يعني الصعيب هو موجود انه الفريق قاعد يتوج كل عام. صعيب يعني كما نقول الأصعب انك تقعد يعني في المرتبة هذيك. كيف فرع يعني الأكابر انتظارات كبيرة، جمهور يستنى منذ سنوات، يعني بعيد شوية على التتويج. هو في الهوند ان جينيرال احنا كل عام مطالبين بالألقاب، كسوا في البنات ولا في الأولاد. قدرنا باش نلعبوا على تيتر ونهزوا لي تيتر. سي فري البنات هالسنين الاخرى قاعدين يقوموا معناها بدي ريزولتا مشرفين برشا، و في حجم اسم نادي دي دوبلي الحق معناها شادين ثنيه باهيه. بالنسبه للاولاد سي فري كو من اخر شامبيونال اللي تهز en 2022 malheureusement on a raté quelques titres، mais عندي ثقة للسنة معناها بالإفكتيف اللي موجود وبالخدمة اللي باش تتخدم نجموا معناها نرجعوا على البوديوم et pourquoi pas معناها être champion في آخر العام. تشاطرين راي من أكثر الفروع اللي انت يتعرض لانتقادات فرع يعني الأكابر نتاع الهوند، كيفاش تعاملتوا مع الانتقادات هذه خاصة في الموسم الماضي والموسم الماضي اللي فات الكل؟ متنجمش ما كيفاش يقولوا الانتقادات معناها سي نورمال، كان ما تواش في آخر العام باش يصيروا انتقادات. عايش قلت لك الكلوب معناها العام يتعدى متوسط كي تهز لقب برك.
يتعدى به كي تهز لقب ولا اثنين، ويتعدى خايب كي ما تهز حتى لقب. دونك الانتقادات مقبولة، حاجة عادية. واحد يعرف كيفاش يتصرف معاهم. نفهم الجمهور، خاطر انا بيدي معناها انسان خرجت من الجمهور. دونك عادي باش الواحد كي يبدا عنده انتظارات كبيرة باش ينتقد. معناها جددتوا ثقة في المدرب رغم النتائج ما تبعتش، هذا يمين منكم بالعمل اللي قاعد يقوم به المدرب ولا فما أسباب أخرى؟ هو بالنسبة لي أنا ما فماش نجاح من غير كونتينيتي، والمدرب عندنا ثقة فيه ومأمنين به. ما فماش علاش باش السنة معناها نغير المدرب. زاد مش معقول باش كل عام نغير المدرب. لا ستابيليتي اللي موجودة في البنات ماذا بينا نراوها زاد في عند الأولاد. دونك قررنا باش سي منير حسن يكمل يشرف السنة على فريق الأكابر، على خاطر يلزم الخدمة نتاعو تظهر كمان مع الافكتيف اللي موجود. الموسم الماضي كانت البداية قوية، نتائج تبعت، لكن بعد تراجعت شوية النتائج. هذا شنو اللي راجع يمكن وشنو اللي ينقص الفريق باش يتوج الموسم الماضي؟ فما شوية الماديات، شو نكون معناها فران. الماديات هي اللي نقصت في الوقت الخايب، خاطر مشينا سيزون باهية كي كل عام. نخلطوا المواد مارس مواد افريل. النادي بصفة عامة يتعدى بأزمة ديما في البيريود هذيك. مالوريزمون معناها بعض الملاعبية عندهم شوية صبر، بعض الملاعبية ما عندهم شوية صبر. دونك على فان اليد وحدها ما تصفقش. دونك على فان يولي المدرب يطلب من الملاعبية حاجات، الملاعبية تولي خايفة لا يوفى العام وما تخلصش. ودونك يولي مشكل بلوتو ذهني ككرة يد. معناها فهمتني. هذا اللي قاسيناه في ال3 سنين الاخرانيين. معناها 9 انتدابات حتى في الموسم هذا حتى التوا، كانوا الكل بيطلب من المدرب. وشنو تنتظروا انتظاراتكم الانتدابات هذه؟ دابور 9 انتدابات صارت في مكانها، على خاطر عندنا دي بوست خرجوا نقصوا. عندنا بريسك 11 ديبار. فما اللي وفى عقودهم، فما اللي خرج لبرا، فما اللي نادي الافريقي زاد معاش حاجته بخدماته. دونك مع المدرب ومع ستاف تكنيك معناها تم انتداب اللاعبين هذوما. الحق سي دي جوار اللي عندهم اسم، عندهم كارير، عندهم نيفو محترم برشا. واظن اللي السنة ممكن كي نقيموا الانتدابات ممكن السنة احسن عام صار فيه انتدابات، خاطر انتدابات موجهة في دي بوست ناقصين شوي. حكيت على انتدابات، هم لاعبين زاد غادروا استاذ تقريبا كما قال سي سفيان 11 لاعبي. في اي ظروف غادروا؟ فما يعني نزاعات تملا ولا غادروا ممكن فسخ عقود ولا يعني فسخ بطريقه وديه؟ والله هما ال9 لاعبين اللي غادروا مغادرات كانت بطريقه سلسه، ما فماش نزاعات كبيره معناها نجمت على المغادره نتاعهم. فما كما قال سي سفيان مغادرات، فما نهايه عقود، فما اللي مشي يحترف البرة، فما زاد الاسباب رياضيه وفنيه. فما بعض اللاعبين ما تاقلموش مع الجو نتاعنا في النادي الافريقي، ما برزوش، ما قدموش الاضافه. فبالتالي هي خيارات فنيه اكثر منها حاجه اخرى. الملاعبيه اللي تم فسخ عقودهم تم فسخ العقود معهم بالتراضي، وهذا هو التوجه العام في النادي الافريقي. احنا تحت اشراف الهيئه المديره بالطبيعه كلجنه قانونيه نسعى بكونه حتى اذا بصير فسخ معناها عمليه فسخ العقود ما الى ذلك احنا نتفاداو النزاعات، يتم خلاصهم بطريقه وديه ويتسكر الملف. وهذا هو يعني ما فماش نزاعات كبيره نجمت على اللاعبين اللي غادروا النادي الافريقي في الصيفيه هذه. نحكي عليك انت يا استاذ، مهامك داخل فرع كره اليد على المستوى القانوني ولا المستوى الاتصالي؟ هو احنا مهامنا تتمثل محوريا في اداره العقود والتدقيق فيها، عقود انتداب اللاعبين خاصه ولا حتى المغادره نتاعهم ولا لي كونترا دو بري. ما نحكيو في كافه الفروع يعني حتى في فرع كره اليد. نسعى باش نتوقعوا من النزاعات، لأنه يعني النزاعات هي اللي تسبب مشكل لون تيرم. وهو هذا معناها لو برينسيبال معناها المشكل اللي كان في النادي الافريقي، كونه نزاعات اللي تصير 3 و4 سنين التالي تجي هيئه مديره تقعد تعاني فيها.
دونك احنا الهدف نتاعنا نتوقعوا من النزاعات، واذا نشبت نزاعات نحاول نحلوها بطريقه وديه. ديما نقول احنا الهدف نتاعنا والاستراتيجيه نتاعنا هي حل النزاعات بطريقه وديه. هذا هو في تواصل معك كيفاش يكون عمل لجنه قانونيه من اجل استباق يعني النزاعات هذه وقبل ما حتى ما تحدث. هو افضل انتصار هو ديما نقولوا الانتصار الوقائي، يعني نتوقعوا احنا من كونه ندخلوا في نزاعات. التوقع كيفاش يصير كونه العقود تبدا مدروسه. هذا اولا، كي العقود تبدا مدروسه ما فماش دي كلوز اللي ينجموا يضرونا، دي كلوز معناها اللي اللاعب ينجم يجيب علينا الحق. هنا وين يصير التدقيق مبدئيا معناها مفصليا. والنقطه الثانيه كونه ديما عندنا اليه نتاع وساطه، كونه النزاعات هذه ما نخليوهاش معناها ما نخليوهاش تنشا من اصلها. هو التوجه هذا كونه احنا نحبوا نقضيو على النزاع حتى قبل ما يتولد من اصله. هذه هي الاستراتيجيه نتاعنا معناها في اللجنه القانونيه للنادي الافريقي. قليل نسمعوا نزاعات في كرة اليد، ديما نحكيو على كرة القدم. حاليا فما نزاعات بعض الملاعبية السابقين والا المدربين المسيرين؟ والله هو فما صاروا 5 نزاعات، معناها فما عندنا 5 ملاعبية تشيكيو للفيدراسيون. زوز ملاعبية أنا معناها لقينا معهم حل ولقينا معهم اون سوليسيون وتم الخلاص نتاعهم، معناها ما عادش عندنا معهم حتى إشكال. وتو في الوقت الراهن عندنا 3 ملاعبية اللي عاملين معناها طالبين معناها خلاص في مستحقاتهم في الفيدراسيون. كيف الهيئة المديرة توصلت باش تلقى معهم اون سوليسيون الاميابل، واحنا تو معناها باذن الله ساعين في تفعيل البنود نتاعها، وما فماش معناها نزاع اللي باش ينجم يتسبب لنا في مشاكل كبيره في فرع كرة اليد. اكيد هذا هو الوضع تحت السيطره معناها بصفه عامه. يعطيك الصحة أستاذ. معك أنت سي سفيان، الميزانية المرصودة لفرع كرة اليد كبر كبريات، هل تلبي الحاجيات نتاع انه الفريق يقعد في نفس الروندمون ويكون متوج اخر الموسم؟ السنة نجم نقولوا الميزانية معتبرة كي ناخذوا الفرع كله، معناها بنات أولاد في الشبان، فهمتني؟ دونك ميزانية معتبرة، ويظهر لي السنة أكثر عام نجم نشوفوا معناها ممكن في حدود 3.5 3.7 مليون دينار ميزانية كرة اليد بين بنات وأولاد وشبان. رواه كيفاش يتم تقسيمهم ولا حسب الحاجيات فرع الفروع؟ سي نورمال باش فرع الأكابر ياخذ هو لا جراند بارتي، خاطر معناها هذاك هو الهوند في تونس، معناها كما الجمعيات الأخرين كل أبوبري لانتير يمشي للفرع الكبريات، وفي حدود زادك الشبان في حدود 300,000 دينار زادك يمشيو للشبان. نحكيو على فرع الكبريات ما شاء الله ديما الألقاب. الموسم الماضي دوبلي، كيفاش شنو تحضيرات السنة، شنو الجديد الانتدابات في الفرع هذا؟ هو عملناو سيتي لو دوزيام دوبلي دو سويت. في الحق في البنات يختلف شوية على الأولاد، على خاطر فما كونتينيتي، فما بوكو دو سيريو، فما مدرب اللي موجود زاد توليه 4-5 سنين وكل عام يتوج. فما بنات معناها محترفة بيتم معنى الكلمة في وسط التيران وان دور دو تيران. النادي الافريقي في الكبريات راهو خرجوا عليه برشا جوارات، باش نرجع نحكيو فيها برشا استبقش. مش كان السنة معناها ممكن في 7 سنين 8 سنين الاخرانية فوق 50 ملاعبية خرجت من النادي، وما زلنا معناها اون توجور لي بروميير لي ميور، فهمتني؟ خاطر فما اون فاسون دو ترافايي معناها بيان بريسيز اللي تخلينا معناها. انت استبقت السؤال باش نقول لك شنو هو السر نتاع نجاح الفرع هذا رغم يعني مغادرة الملاعبية وفهم لي ركائز معناها؟ سي كو الملاعبية اللي تخرج يما يتعوضوا بجوارات فرد مستوى ولا مخير. سي كو البنات تعرف اللي من اول العام نحطوا معناها لي زوبجيكتيف نتاعنا بقطع النظر فما فلوس ولا ما فماش. سا سي امبورطون خاطر يعرفوا يصبروا، يعرفوا اللي في اخر العام باش يخلصوا على داير المليم. وكما قلت لك فما لا كونتينيتي، فما الانضباط، فما اون فاسون دو جيري اللي توصلنا للتيتروات.
سفيان، رغم الازمات اللي تعيشها النادي يعني وسط العام، الفروع كل تقريبا تاثرت الا فرع كره اليد يعني الكبريات شفناه اخر العام ديما يكون متوج. شنو هو الدور ممكن التاثير نتاعكم انتم الاطار الفني الى مدى عنده دور معناه؟ فما ثقة متبادلة بين الملاعبية وبين الإطار الفني وبيني أنا. فما لو كونتاكت موجود. اي الحاجة البلوز امبورطونت سي كون نصارحهم بالواقع. كي بدا فما فلوس ومشاكل نقول لهم يفهموا يقدروا وضع النادي ويعرفوا، خاطر مش أول مرة يتعاملوا معايا، يعرفوا اللي dans un mois 2 mois في آخر العام راهو ils vont être payés على آخر من الليم. وهذا اللي صار عمنا وهذا اللي صار السنة. سي بور سا معناها بلو يكون رئيس فرع ولا المسؤول عنده كريديبيليتي مع الملاعبية متاعو، بلو ثقة تولي موجودة أكثر، بلو تحس معناها الامبيونس تولي به. دونك ممكن في فرع البنات هذا موجود أكثر شوية من الأولاد. فما تدعيمات سنة على مستوى الرصيد البشري؟ فما بور لو مومون عملنا 2 ريكروتمون سيبلي في السينيور، خاطر ماك تعرف في البنات عندنا ان كوتا ما يلزموش نفوتوه. يلزمك تركروتي 3 جوارز إليت، منهم 2 دون لا ميم كاتيجوري با بلوس. دونك اخترنا باش ناخذوا 2 في السينيور وواحدة في اللجان، وهذا هو اللي تم. خذينا بسمة صفر حارسة دولية، واحد يغزر قدام شوية خاطر تبارك الله فادية اللي قدمته للنادي الافريقي مش شوية بوندون 10 سنين ومازال المشوار. ما واحد يغزر قدام، بسمة صفر عمرها 26-27 ans، دونك لا انكور ان بون بوت شمان ان شاء الله معانا القدام. فما رجوع وميمة دردور اون غوشير اللي عدت معنا من بون بيريود كي كانت صغيرة، خرجت لفرنسا عدت ممكن 6 سنين في الاحتراف، وجوري ترجع معنا باش نقاويو البوست هذاك. ومازال كي تم زاد ريكروتمون في لي جون، يظهر لي ممكن احسن لاعبة في لي كاديت وفي لي جونيور في تونس ان سو مومون. داير ماشيه باش تلعب كوب دافريك بور لي 2 كاتيجوري اللي هي نور عوني. قعد لنا نوتر بوست اللي مازال نلوج عليه، معناها ان بوست بيفو، على خاطر عندنا من بيفوت خرجت لبرا باش تلعب في الجزائر. و دونك قاعدة تونس يعقوب ان بو وحدها، ماك تعرف الهوند يلزمو موان 2 joueuses par poste. donc bon مازلنا قاعدين نلوجوا. كان تم الانتداب هذايا توا فبها، سينو عندي في ديسمبر شكون راجع من البر. نرجع لك الكبر، ما عادش مع انتدابات، معنا مازالتهم انتدابات ولا لا؟ في الكبر يظهر لي سكرنا، خاطر كسوا الكوتا كسوا زاد كيف زاد لازم واحد يركروتي بالمعقول، زاد فما ميزانية تحكم فيك. دونك يظهر لي هذاك هو اللي بوتيتر جو سي با بوتيتر تنزيد نتشاوروا مع المدرب ديسي لا من هوني لجانفي ديسمبر. كان فما امكانيه بور ان اترونجي بوركوا با، كان الميزانيه تسمح باش واحد يقوي شويه ليفيكتيف. اي بور لو مومون هذاك هو الموجود. نرجع لك أستاذ، رأيك في التنظيم الجديد الاتصال في النادي اللي يخص كل فرع؟ والله هي خطوة إيجابية جدا حقيقة. تعطي للجمهور رؤية أوضح الأنشطة تاع كل فرع، زاد للأخبار ليزاكتواليتي زاد، خاطر ماك تعرف سورتو في مواقع التواصل الاجتماعي لي زانتوكس النادي الافريقي سون بارتو، احنا معناها تصير مشاكل وتصير معناها حكايات من وحي الخيال. دونك جو بونس كو السياسه الاتصاليه هذه باش تحد لي زانتوكس هذه، باش تخلي الجمهور عنده ان سول فيزافي اللي هو الصفحه الرسميه نتاعو، ياخذ منها الاخبار، يكون معناها مطمئن على جمعيته، يعرف ايش فما وشو ما فماش. دونك انا حسب رايي هي خطوه معناها
إيجابية للأحباء ولزادة في للنادي الإفريقي، خاطر تبدأ عندك هكا مع بودكاست وتبدأ عندك استراتيجية اتصالية واضحة، راهو ما يساهم إلا في تلميع صورة الفريق. تحكينا شوية على الدور اللي تلعبه الهيئة القانونية في ضمان يعني التزام النادي بالأنظمة والقوانين الصادرة على الهيكل الجامعة ولا الدولية، يعني نحكيو جامعة تونسية ولا اتحاد دولي؟ هو احنا كلجنة قانونية نسهروا كونه تكون ممارسات اللي نقوموا بها مطابقة الأنظمة متاع سواء الجامعة التونسية لكرة القدم، الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، وإلا الاتحاد الدولي لكرة اليد. الممارسات شنو نقصدوا بها؟ معناها الممارسات لهنا تم انتقالات اللاعبين، الرخص، العقود، كيف تكوين الشبان، التسيير الإداري. هذا ماذا بينا معناها مش ماذا بينا احنا نسعى باش يكون ملائم للوائح المعمول بها. هو باختصار احنا نعمل باش يكون النادي الافريقي تعرفت جدي محترم مثالي وناجح على الصعيدين الوطني والدولي. الإجراءات القانونية والتنظيمية الموضوعة من أجل حماية الموهبة الشابة والتأطير متاعها. هو الموهبة الشابة ستون بريوريتي معناها بالنسبة لنا. النادي الافريقي وليت دونك احنا باش نحميو صغيراتنا. الحاجة الأولى لازم عقود خاصة بالقصر اللي هو موجود، معناها عقود خاصة بالقصر باش تحميهم، خاصة باش تحمي المصالح متاعهم أولا، باش تحميهم من الاستغلال، خاطر ماك تعرف سا بو اريفي دي كا اللي زاد طفل هذاك قاصر تنجم تصير لا قدر الله. احنا نحكيو نعملوا وقاية للشاب هذاك باش تكون عنده معناتها حتى والديه كي يجيبوه للنادي الافريقي يكونوا مطمئنين عليه، يكون في ايادي امينه. دونك هذا هو معناها برينسيبالمون. تنظيميا عندنا معناتها رعايه خاصه بالنسبه للصغيرات، احاطه نفسيه كيف زاد ديما تصير كوميونيكاسيون مع الوالدين نتاعهم اذا فماش اشكال، معناها فماش اشكال في التصرفات الصغير ولا فماش حاجه يعمل فيها اللي هي تكون ماش عاديه. دونك هذه هي معناها هذه هي الطريقة اللي نتعاملوا بها مع القصر والشبان في النادي الافريقي. أستاذ، هل هناك استراتيجية يعني واضحة لتطوير كرة اليد في النادي؟ طبعا استراتيجية قائمة واضحة. هي استراتيجية مبنية على تروازاكس برينسيبالمون. هو تعزيز تكوين الشبان، خاطر هذيك الأسيز متاعنا، هذيك اللي من بعد هي اللي باش تفيدنا على لون تيرم. تثمين الفريق الأول، طبعا الحديث عن الإناث والذكور، معناها ديما نحكيو على تثمين الفريق بانتدابات تكون مدروسة. وسفيان تفضل وضح لنا كونه كل عام معناها سواء حتى فما ألقاب ما فماش ألقاب لازم يتم معناها تدعيم الفريق الأول لضمان كونه نبداو ننافسوا جديا على الألقاب الموجودة. وتطوير التواصل حول الفرع اللي هو تو السياسة الاتصالية هذه باش تسهل لنا زيادة حتى المأمورية في ذلك. جروسو مودو الهدف هو كونه الفرع ياخذ مكانها، فرع كرة اليد إناثا وذكورا ياخذ مكانها متاعو اللي يستحقها وطنيا ودوليا. سفيان، الجمهور يعرف هل المشاكل المادية موجودة في النادي ويعرف الوضعية الكل، لكن يحب النتائج، يحب التتويجات. ظل يقايت بالنسبة للفريق انه باش يرجع ممكن لاستعادة يعني طريق الألقاب، نحكيو على فرع الأكابر ولا الكبريات المشاركة، ممكن علاش لا مشاركة قارية. فيما يخص الأكابر جو بونس حان الوقت والظروف ملائمة، ملاعبية موجودة، ستاف موجود، كانت تتوفر معناها الماديات على طول العام من غير انقطاع في وقتها. فما دو فورت شانس باش الفرع يتوج معناها في اخر العام. فيما يخص المشاركة في البطولة الافريقية، سي فري كو سي ان تيتر تري امبورطون، اي ان تيتر ماجور اللي ينقص البالماريس نتاعنا، مي سي ان تيتر اللي يتكلف برشا فلوس. لازمك تعرف اللي مشاركة في كأس افريقية كما توا اللي باش تصير مثلا في اكتوبر في المغرب، مشاركة بركة تتكلف في حدود 100,000 دينار، وباش تمشي الغادي باش تلعب مع فرق قوية يلزم انتداب او موان زوز ملاعبية من طراز عالمي. كي نقول عالمي معناها يلعبوا ان اوروب ودون دي بوست كلي اللي يتكلفوا معناها على القليلة كل واحدة باش تتكلف لك 5,000 6,000 يورو.
معناها باش نجيو نحسبوا في الاخر باش نلقاو التكلفه نتاع كاس افريقيا 150 الف دينار، باش في الاخر ما بريسك ما تربح شيء. معناها حتى كان باش تربح 10,000 دولار يخليوها لك في البارتيسيباسيون اللي بعدها باش يجبروك تجي. بوتيتر كو نهار اللي تصير الكوب دافريك في تونس اكيد وقتها نشاركوا فيها، على خاطر تتكلف بتتر حتى لمواتي، فهمتني. دونك اليوم ممكن الميزانية متاعنا ما تسمحلناش باش نمشيو نحطوا 150 ألف دينار في مشاركة في كأس أفريقيا. سفيان نحكيو على الأكاديمية، فما الأكاديمية تاع الفوت، الأكاديمية تاع الهوند، كان تحكينا عليها شوية. الأكاديمية تاع الهوند موجودة قيمة الذات توا قرابة 10 سنين، تخدم على روحها، فيها موترين باهين، فيها ناس كفاء لاهية بها، في حدود 80-90 شاب معناها يمارسوا في الرياضة غاديكا. ولا ما ان شاء الله احنا كل عام معناها فما اون ديزاين اون فانتين دو جوار يدخلوا لليكول من بعد ويواصلوا شويه معناها، ومن بعد بيان سور تصير السيليكسيون نتاعهم شكون يقعد شكون ما يقعدش. هذيك امور فنيه لاهين بها معناها المدير الفني والمدربين اللي لاهين بالاكاديمي. كلمة أخيرة ليك سفيان، وميساج ممكن خاصة للجمهور وانتظارات كبيرة من الفرع هذه الموسم هذا. ان شاء الله عام السنة نكونوا عند مستوى لي طموحات معناها الجماهير. ان شاء الله نكونوا متوجين كسوا في البنات ولا في الاولاد، اي سورتو في الاولاد، على خاطر يظهر لي طوالت شويه المده وما فماش علاش السنه باش ما نتوجوش. ميساج بوبليك هذا هو كان ميساجي موجه للببليك معناها، سينو ان شاء الله نكونوا عن حسن الظن ونقوموا بعام خير شويه من عامنا والبرا. يعطيك الصحة سفيان. كلمة أخيرة لك أنت سيدي أستاذ سي محمد ضياء. هي كلمة باش تكون موجهة للجماهير، أعطيو ثقة في الهيئة المديرة نتاعكم، أعطيو ثقة في المشرفين على النادي الأفريقي، أعطيو ثقة في الأطر الفنية لكافة الفروع، لأنه خاطر كي ما تبداش فما الثقة، كي ما تبداش فما هاك الدزة ذيك راهو صعيب ياسر، خاطر سا ديستابيليز معناها. دونك احنا متفائلين السنة ان شاء الله، كسوا فرع كرة اليد ولا فرع كرة القدم ولا حتى في فرع كرة السلة، عنا زاد مشاركة في البال، نكونوا متفائلين، ندزوا مع جمعيتنا. راهو الجمعية ما عندها كان جمهورها، كي الجمهور يدز مع جمعيته ويمن بالناس اللي مشرف عليه، كي تبدا البيئة سليمة، كي يبدا المحيط اللي داير بالنادي سليم، راهو نتائج بإذن الله باش تتبع. وإن شاء الله أنا متفائل شخصيا، وندعو جماهيرنا باش تتفائل زادة، وإن شاء الله يكون التتويج حليفنا في كافة الفروع مش كان في فرع كرة اليد. يعطيك الصحة أستاذ، مرحبا، شكرا لك على الحضور. كيف سي سفيان، مرحبا. الأفريقي بودكاست اللي مفيد، إن شاء الله تكون نالت إعجابكم، ونتقابلوا في العدد القادم. الأفريقي تعيش.